السلام عليكم. هاليومين مقلوبة الدنيا في مصر بعد إلقاء القبض على سفاح وقاتل متسلسل. في السابق كان شيء يعني وارد ظهور سفاح وقاتل متسلسل ويرتكب الجرائم واحدة تلو الأخرى بدون ما حد يلقى القبض عليه، هذا ممكن. أما في هالزمن هذا تعتبر شغلة يعني غريبة جدا جدا، وفعلا هذا اللي صدم الشارع المصري بعد ما ألقوا القبض على رجل اسمه كريم سليم من مواليد الثمانينات ومولود في الإسكندرية ويعيش في القاهرة. عنده شقة في القاهرة الجديدة بالقطامية بالتجمع الثالث. طبعا يسمونه هو سفاح التجمع الخامس لأن أغلب الجرائم ارتكبها في هالمكان هذا. ايش قصته؟ قبل أسبوع تقريبا اعثروا على شنطة سفر في بورسعيد، والشنطة كبيرة وثقيلة جدا ومرمية على جانب الطريق وما في أحد، يعني ما لها صاحب. أحد المارة انتبه على الشنطة وراح يعني من الفضول اللي فيه، يعني شنو هالشنطة اللي موجودة على طريق مقطوع ما في أحد، ما في يعني وين صاحبها، شلون تركها في هالمكان. فتح الشنطة ولا هذه فتاة مقتولة وترتدي الملابس الداخلية فقط. بلغ السلطات الأمنية واحضروا ورفعوا الجثة وعاينوا المنطقة وخذوا البصمات والأدلة والكذا وصوروا مسرح الجريمة وبدأوا يبحثون. عرفوا صاحبة هذه الجثة، طلعت موظفة في مدينة نصر. حاولوا يعرفون منو هالشخص اللي قاتلها، أحد من أهلها، مثلا عشيق، زوج، طليق، يعني يدورون ماكو فايدة. استعانوا بجميع كاميرات المراقبة على الطرق المؤدية إلى نفس الطريق، وحددوا وقت الوفاة تقريبا ووقت العثور على الشنطة، يعني كان في فاصل زمني. شافوا جميع السيارات اللي مرت فيها الشارع، بدأوا يستدعونهم واحد واحد، إلا في سيارة فارية، وهذه ملك لرجل أو شاب اسمه كريم سليم من مواليد الثمانينات. وهذا كريم يعمل مدرس في أحد المدارس، يعني يربي أجيال، بالإضافة إلى أنه تاجر ويملك شقة فخمة في القاهرة الجديدة. تعرفون المشاريع الكومباوند وهذول اللي يحطون عليهم إعلانات، يعني الشقة ما هي أي واحد ممكن يسكن فيها إلا يكون عنده خير فلوس. المهم بدأوا يحققوا معه، وين كنت اليوم الفلاني، وين كذا. والمهم من خلال الأسئلة وكذا ما توصلوا شيء، لكن كان من أقرب المشتبه فيهم من بين السيارات اللي مرت فيها الطريق هذا. وسألوه زين أنت وين رايح متجه إلى بورسعيد، إيش عندك يعني في طريق بورسعيد؟ هني بدأوا يحسون إن لا، الولد فيه شكة. صاروا يشدون عليه في التحقيق. المهم اضغطوا عليه ويبطل جربه. قال هذه بنت أنا لي علاقة فيها وصار خلاف بيننا وقتلتها. ماشي، خلوه على ذمة التحقيق إلى أن يطلع التقرير الطبي الشرعي بيشوفون كلامه. ولا تقرير الطب الشرعي شو يقول هالبنت هذه تعرضت للتعذيب مو أقل من 3 أيام
بالإضافة إلى أن تم الاعتداء عليها جنسيا في حياتها أكثر من 3-4 مرات، والمصيبة أن تم الاعتداء عليها كذلك وهي متوفية. قالوا لا، هذا أصلا هذا ما هو صاحي هذا. رجعوا له قالوا تعال شلون تكلم اعترف. راحوا لشقته وهني انكشفت المعلومات بشكل أوضح. أول ما دخلوا الشقة لقوه شو مسوي عازل صوت، مسوي الشقة كأنها استديو تسجيل صوتي علشان الصوت ما يطلع برا. وفي أحد الغرف حاط فيها كل الأدوات اللي تستخدم في التعذيب الجنسي. أنا أقصد عصا، كرباج، كلبشات، أي شغلات غريبة عجيبة حاطها، وألوان وصور مرعبة، ومسوي غرفة الموت. فيها الغرفة هذه آثار من الدماء، رغم أنها كانت معقمة وكانت يعني نظيفة وننظفها أكثر من مرة، إلا أن في بعض الدماء تعود لأكثر من ضحية، مو بس البنت اللي اعثروا عليها. قالوا له من اللي ارتكبت فيها الجريمة بعد؟ قال لا مش صحيح وكذا. قال لا ماشي، تعال الحين انت اعترفت على اللي احنا عثرنا عليها صح؟ نبيك تمثل مسرح الجريمة. فأخذوه للشقة وصار يمثل لهم أنا شلون عذبتها وشلون كنت محتجزها واعتديت عليها وشلون كذا، وأن هذه تعتبر من فتيات ذات السمعة السيئة بفلوس وكذا، وأني أنا احتجزتها وبعدين عذبتها ولما يعني خلاص مليت منها خنقتها بحزام الروب. عرفتوا الروب اللي يستخدموا بعد ينشفون فيه بعد السباحة، فيه الحبل ماله. يقول خذيت الحبل هذا وخنقتها لين ماتت واعتديت عليها، وبعدين حطيتها في شنطة السفر. قالوا لا ماشي، وداهم إلى مسرح الجريمة، حدد المكان اللي رمى فيه الشنطة. خلصوا من هالقضية هذه. قالوا له زين الدماء الأخرى؟ قال لا مو صحيح الكلام هذا. قالوا احنا متأكدين، لكن هم شلون يقدرون يتوصلون؟ هو يعني خلاص قال ان انا تورطت وانا خلاص انكشفت، اعترفت على جريمة، لكن هل في جريمة أخرى؟ وهم شاكين في هالموضوع. يوم فحصوا الشنطة ولا الشنطة نفسها فيها كذلك دماء وبقايا من شعر فتيات أخريات. قالوا لا. يوم طابقوه مع الدم اللي حصلوه داخل غرفته اللي في الشقة هذه أو غرفة الموت، طلع مطابق. جابوه عاد جلدوه جلد، وهني بطل جربه. قال يبا أنا أستدرج الفتيات السيئات، يعني يقصد بنات الليل وكذا، واعتدي عليهم بعد ما أفرغ من يعني المتعة وكذا، أخنقهم إما بالحبل مال الروب أو بسلك كهربائي مال الأباجورة أو أي سلك أشوفه حوالي، أخنقها بعد ما تموت، أمثل بجثتها، أضربها وأعذبها وكذا، وحطها في الشنطة. وأنا أتذكر أن قالوا له كم واحدة؟ قال والله أنا ما أتذكر بصراحة. شنو ما أتذكر؟ يعني عددهم كبير؟ قال لا هو اللي اعترف عليهم. قال أنا أبي أذكر لكم فقط اللي أنا متذكرهم. واحدة هذه ربة منزل من مدينة أبو النمرس اللي بالجيزة، أبو النمرس هذا، والثانية طالبة جامعية
من الزاوية الحمراء اللي بالقاهرة، والأخيرة هذه موظفة بمدينة نصر. وفي كل مرة أتخلص من الجثة أحطها في شنطة السفر، هي نفس الشنطة، فأروح أرميها في أحد الأماكن البعيدة، أرميها أطراف القاهرة، في طريق بورسعيد، في أي مكان يعني أرميهم، وآخذ الشنطة إلا الأخيرة اللي بعدين فكرت قلت أنا إذا كل مرة يعني أقعد أطلع الجثة وعلشان آخذ الشنطة وكذا، خليني أرمي الشنطة وأفتك منها لأنه صار فيها دماء وتوسخت، أرميها مع الجثة الأخيرة اللي هي الموظفة هذه في مدينة نصر اللي رماها. وهذه كانت دليل على وجود أكثر من ضحية. وخلال عملية تمثيل الجريمة قالوا له تعال اركب السيارة، وكان معاه طبعا النيابة والشرطة وكذا، يمثل شلون وقف على الطريق، شلون نزل الشنطة، لما ركب السيارة انتبه ان السيارة شغالة، والعسكري اللي كان مرافق له وحواليه طبعا القيادات الأمنية والنيابة وكذا برا السيارة، وهذا الشرطي جنبه. لما ركب عشان يمثل جريمة ويحط السيارة ديه ويهرب ويطير ويفلت من عندهم، ويدورونه لين ألقوا القبض عليه في وسط القاهرة. رجعوه مرة ثانية، بدأ يعترف، قال أنا إلى الآن أتذكر لكن ما أعرف التفاصيل، مو أقل من 6 بنات، 3 هذول اللي عندكم، و3 أنا والله إلى الآن ماني متذكر بالضبط. فالموضوع إلى الآن يحققون معاه، وتم حصر عدة بلاغات تم تقديمها في الأسابيع الماضية، وفعلا كانت في أكثر من حالة عثور على جثة مرمية في أماكن مهجورة أو أماكن أو طرق عامة، أو يعني ما كان في أحد لكن عثروا على جثث، وكانت الجثث هذه مجهولة الهوية، كان يرمي دائما الضحية وهي عارية. فمن الصعب جدا إلا إذا تطابق البلاغ اللي مقدمينه أهل البنت مع التعرف على الجثة، فهم هني يعرفون إذا هذه بنتهم ولا لا. في منهم عرفها وفي منهم بقيت الجثة مجهولة، ولا يدرون بالضبط كم عدد الضحايا اللي ارتكب فيهم الجريمة كريم سليم. المهم كريم سليم طبعا عايش حياته في شقة فخمة ويستدرج الفتيات، وقال أنا كثير كنت أجيب بنات، لكن أطلعت معاي الفكرة مؤخرا أني أتخلص من الضحية بعد ما كانت أحد الضحايا ال3 الأخيرة، واللي هي الطالبة اللي طالبة الجامعية من الزاوية الحمراء، يقول هذه البنت صارت بيني وبينها علاقة حب، لكن اكتشفت بعد عدة أيام بعد ما صرفت عليها وعطيتها فلوس وكذا أنها تقول لي ترى أنت مجرد عمل بالنسبة لي، لذلك خنقتها في لحظة غضب وقتلتها وخلاص قمت استمتع. كانت هذه من أول الضحايا اللي يقتلهم، واعترف عليها طبعا. أما في بعض الضحايا يقول أنا كنت في حالة من السكر وما أتذكر بالضبط، أو إنه هو ما يبي يعترف لأن إلى الآن جاري يعني جلده شوي عشان يتذكر. فيقول أنا كنت أستدرج الضحايا للشقة في البداية بعد ما أعطيها فلوس وأخليها تطمئن، وأروح أجيب لها مشروب وأحط فيه مخدر الآيس. مخدر الآيس هو المخدر الشابو، وهذا المخدر الشابو طبعا احنا نسميه شابو، عندهم يسمونه الآيس. هذا الشابو منتشر بشكل كبير جدا لأنه سهل تصنيعه، ثانيا سعره رخيص جدا، ثالثا هذا المخدر
المدمنين اللي ما عندهم فلوس يتجمعون 4 5 ويشتروا لهم جرام واحد يكفيهم اسبوع، من كثر ما هذا المخدر يأثر فيهم ويستمر معاهم لأيام، يخليهم مثل الحمير. لا والله محشوم الحمار، يعني يقتل خلايا عقلهم ويصيرون مثل الزومبي. يعني مرات ما تشوفون في حالات تنتشر في اليوتيوب أو تنتشر بالفيديوهات، واحد متعاطي لكن في حالة هستيرية أو حركاته غريبة جدا كأنه من عالم آخر. هذا هو الشابو. يقول أنا لما أعطيها الشابو البنت خلاص تفقد الإحساس الجسدي والمشاعر والعقل وتصير كأنها دمية. لذلك كنت أستمتع في تعذيبها، أربطها وأقعد أضرب فيها ما تصرخ ما يطلع الصوت. أنا مجهز الشقة ومرتب أموري. يقول أعذب فيها 2 3 لحد ما أمل وأفكر أني أغير، أبدأ بخنقها واستمتع لما تفارق الحياة ببطء. يقول أنا ما أخليها تموت بسرعة، أخنقها لما أشوفها خلاص بدأت عيونها تجحظ وتصير يعني لونها يتغير تبي تموت، أفكها تقعد تستنشق الهواء وكذا، أرد أخنقها مرة ثانية. يقول كنت أستمتع في هالعملية لين تموت البنت هذه. يخرب بيت التفاصيل اللي ذكرها وشلون كان يعذب وشلون كان انصدموا منه. هذا هو. قالوا زين انت شو اللي يدفعك انك تروح لهالفتيات وانك؟ قال باللي صار معاي بعد الطلاق، متزوج وعنده عيال وصار خلاف بينه وبين زوجته وشافته انسان ما هو صاحي، فطلبت الطلاق وخذت الحضانة وحرمته من العيال. لذلك هو صارت عنده لوثة عقلية وعايش بروحه لسنوات. انتقل من اسكندرية وجاء على القاهرة واشترى له شقة فخمة وصار يجلس فيها بروحه، وهو أصلا يعمل مدرس وكذلك تاجر وعنده أعمال وعنده كذا. لكن كل هذا صار يعني يخلي حالته النفسية تزيد سوء، يعني إلى أن بدأ يتخذ هالطريق. قال أنا استهدفت بنات الهوى أو البنات سيئات السمعة لأن هذول يستحقون الموت. يعني أنا أعتقد أني يعني راح آخذ يعني أجر لما أخلص هالدنيا من بنات الليل. طبعا هو تبرير منه، ولا هو أصلا حقير وهو قاعد يمارس معهم الرذيلة ومخدرات وهو كلب يعني، لكن يبي يظهر مظهر الملائكي أو سامع من قصص القتلة المتسلسلين السابقين إنه يتخلصون من فتيات الليل. وفعلا في أكثر من قاتل متسلسل ظهر في أمريكا وفي الدول الأوروبية بنفس الطريق بنفس النهج، لكن الحقيقة إنه هو يعاني، عنده حالة نفسية، عنده مشاكل، عنده ضغط، عنده كذا، وبعدين تطور معاه الأمر، زرع عقله مع تعاطي المخدرات ووصل إلى هالمرحلة. اسمع الصدمة. أثناء تسجيلي لهالفيديو والتحقيقات جارية في مصر، اكتشفوا معلومات خطيرة جدا جدا عن سفاح التجمع اللي هو كريم سليم. إن هذا الولد مشهور في التيك توك وعنده حساب تقريبا متابعينه 600,000 وشوي، واللايكات تتعدى 7 مليون، وعنده فيديوهات تعليمية باللغة الإنجليزية لأن هذا كان يدرس في أمريكا. وأنا قلت لكم أنه لما رجع وعاش في مصر كان معلم لمادة الإنجليزي، وعنده فيديوهات تربوية. وطلع هذا الحبيب يستدرج الفتيات وعنده ضحايا آخريات يعني، لكن ما قتلهم، كان يستدرجهم عن طريق التواصل معاهم في حسابه المشهور من معجبات ومن فانزات وكذا، وكان يخدرهم ويعتدي عليهم ويتركهم. لكن في الآونة الأخيرة بدأ
يتلذذ في موضوع تعذيب الفتيات ويقتلهم، وكان يمشي على خطى سفاح الجيزة. أكيد عارفين قصته سفاح الجيزة، كان بنفس الطريقة. وهالاثنين كانوا من عائلات ثرية، يعني سفاح ما كان يعاني في حياته أو إنه من عائلة فقيرة لا 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 لا، هذا يملك وعايش حياة من الفراغ، عنده فلوس الدنيا وسفراته كثيرة، لكن بعد موضوع طلاقه من زوجته وحرمته من ولده وبنته اعتقد، وكان سبب رئيسي في موضوع الطلاق هو موضوع الخيانة. هو يتهمها بالخيانة وهي كذلك تتهمه بالخيانة، ومن يومها والولد تحول من عالم الشهرة والسوشيال ميديا إلى عالم التعذيب والسادية واستدراج الضحايا. ولا تزال المعلومات حول سفاح التجمع يعني في بدايتها. الظاهر أن في الأيام القادمة راح نسمع عن تفاصيل أخرى وأشد غرابة من اللي تم كشفه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.